الجو حر قوي. يا مساء الانوار، يا مساء السعاده، يا سماء، يا مساء الهنا. الحروف اللي بتسقط مني دي وانا جعانه بعمل ايه بس؟ يا مساء الانوار يا حلوين يا امامير يا طعمين. وحشتوني وحشتوني وشحتوني وشحتوني على الاخر خالص. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اهلا 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 يا عزيز الحبايب. اهلا يا قمر وحشتيني نورت الليل. اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب اتلموا الحبايب. وحشتوني 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 وحشتني. انا نسيت كده يا اخي ربنا نسيت. بص بقى حضرتك دخلنا في الموضوع على طول في الاكل. ناكل سمكولي. ايه يا ماما السمكولي النهارده؟ النهارده فضل خيركم خيرك وليتش يا قلبي. عامله بولتي عادي وسمك اسمه مش عارفه ايه كده، لوط ولا ايه، مخلي. جايبه السمكه كبيره ومخليه الراجل يعني يمسكها يظبطها وخلاها وقشرها وكده عشان الشوك منها. عملها لي فليه يعني، فراخ جزر كده من غير شوك. هي دي؟ هو خلالي جامده. خدي دي عشان انت فيها معايا فيها شوك شويه. هو طلع للاسف ما خلاهاش خالص، ما عملهاش فليه يعني. ظبطها لي كده وشال لي الجلد والشوكه اللي في النص وقطعها لي جزر، بس سايب لي الشوك الطويل اللي بيبقى في البطن ده. مش فاهمه خلي ايه اللي خلاه ده، خلي اي كلام. محدش بيعمل شغل الضمير الايام دي والله. لازم ايه يبقى فيه كده حته ناقصه وشغل تصلعه. لمونة وانتي بتحبي تعطوني لمونة. يلا تعالوا اتفضلوا معايا. كالعاده احنا بناكل الجمعه اهو. بنحب نصور لكم غدا الجمعه غالبا يعني. متغدين برضو متاخر. ممكن ننزل لكم الفيديو ده اتفضلوا. ليه طيب كده؟ عادي مفيش حاجه. تعرفش عليها من تحت؟ اهم حاجه الايه الورق الاخضر ده. ناخد روات الورقيه مع السمك، بتبقى اخر جمدان بصراحه ومفيده جدا ومهمه قوي قوي، وبتطعم السمك كمان تخليه طعمته تظهر كده. انزل البسوا كده انت لسه واكل. نخلص وهحكيلك اللي اتقدم مش عايز ماشي. هفضحك على السوشيال ميديا، هفضحك على السوشيال ميديا. خلي فضحتك بجلالي. اعمل لك لايف فضيحه يقول جسمه مفجوع. الجسم بتاع الاكل بتاع السمك بتاع بطنه بتاع كرشه. والله العظيم لسه واكل والله، بس ما بيبطلش. انتوا عارفين الدكوره في القطط مفجعه قوي وتوفصه قوي. في القطط بس؟ خليها في سرك، خليهم عارفين نفسهم. لا والله بس سيف عندي اكلته ضعيفه قوي. يلا الرجاله كلهم يعني بيحبوا الاكل. توفصه مش كله، في رجاله انفين قوي. مش يعني بطنهم معدتهم صغيره، اكلهم ضعيف وما بيحبوش السمك. من ضمنهم سيف ممكن ياكل سمك كده اول يوم. خالك ياسر برضه نفس الكلام، اول يوم كده ياكلوا زي الفل وطازه. لو فات بقى تاني يوم طبعا ما ياكلوش. واكل نقنقه يعني، ومش كل انواع السمك، انواع معينه. ابني يحب البولتي ويحب الفيليه. هو اللي قال لي الفيليه المره دي. قلت له سمكه كبيره وخليها. ففي ناس كده، في رجاله مالهاش اكل قوي يعني. اكلة المزاج دي بعد الفسيخ، بعد الفسيخ والرنجة.
السمك كده في حاله تانيه كده. السمك ده في حته تانيه. 9/10. اكتر الناس بقى تلاقيها مش بتحب السمك، مش عارفه ليه. فعلا في ناس مش بتحبه. انا ماليش تقول عليه قوي، بس هو بحبه يعني، باكل عادي. لمار برضو انت برضو اول يوم كده تاكليه، اوقات نفسك تبقى مسدوده عنه، ما تاكليش كويس منه اول يوم حتى، واوقات يبقى حلو عندك. انا في كل مرات بيبقى تحفه، بس نفسي مبقاش في الصيف مبقاش جايبه بالذات سمك قوي. في الصيف بالذات الواحد اساسا بتبقى نفسي مش مفتوحه قوي على الاكل زي الشتاء. الشتاء بياكل، تلاقي حتى سمك الشتاء جميل مسكر كده. وعامله صياديه اهي، والسلطه والرز بقى الاصفر الجميل بتاع ما شفتوش الاكل. السمك بولتي والفيليه اهو، وطبعا السلطه والطحينه. الطحينه اهي، طحينه سلطه الطحينه دي اساسيه. والصياديه الطحينه والرز. دي ما اقولكمش، دي في الحته الشمالي الطحينه مع السمك. قولي انت يا لماما. والصياديه صياديه. ورز الصياديه عارفينه طبعا. رز الصياديه بتعمل بصلايه، تحطي بقى منكهات، حمريها طبعا كويس، دي في الميه اللي هو العيب بتاع الرز. حطي المنكهات بقى، سواء شويه كمون، معلقه فلفل اسود صغيره، عايزه تحطي كركم حطي، بودره غروب الشمس دي ولا الزعفران حطي برده هسه صغيره، تديكي اللون الحلو ده. والبصل لوحده بيدي لون برده، بس بيدي على لون قاتم كده شويه، لون بني. بس انا بحب اخليه كده ايه، اصفر زي الناس الصفرا، عشان الناس اللي مش سايبه حد في حاله. عشان ايه؟ يفرحوا. خدي دي. لا لا، صياديه بسمك بولتي. انا عامله بقى صياديه وبروس السمك وسمك بولتي برضه. وروس السمك سمك اللود ده اللي هو اللي عاملاه فيه وخلياه ده. خلي بالك عشان فيه برضه شوك خفيف كده، مش خليهولي منه لليل، مش خليهولي كويس برضه. الاكل ده يعني اكلة السمك بالذات عايزه مزاج وروقان، بس انا والله ما رضيت اطلع كده يعني اقعد اكل كده لوحدي من غير ما اشارككم فيها. خليكم تشاركوني فيها يعني انا ولا نتغدى سوا. قلت لا لازم ناكل مع بعض. شفت انا بشوفته طيبه ازاي؟ حلو يا لولو؟ حاسه الرز معجن شويه. حلو يا لولو؟ نحط لي القعر بتاع القعر ده بتاع الرز كان قوي. لقيتي فيها شوك؟ فيها صح؟ طب ده ادي عليه ده ولا اعمل ايه ده؟ اقشر لك الويتش برضه؟ انت مش نفسك يعني. تعالي خلاص. ده سيوني القرم المجرم. قاعد تحت الترابيزه السقطه واللقطه بقى اي حاجه كده. حته السمكيه محترمه لسه لقيتها دلوقتي. حيوان. ما لحقتش يعني. ايه
احنا ممكن ننزل لكم الفيديو ده مش الجمعه. احنا النهارده 11/7/2025. بس يا بيسو، مين عنده لازالت مشكله النت قائمه؟ يعني مش عارفه فودافون ماله كده يعني، مأخر علينا ليه؟ مأخر علينا الخدمه ليه ولسه ما حلوش المشكله؟ عشان كده بقول لكم النهارده الجمعه، وممكن ما اعرفش انزل لكم الفيديو ده لان الواي فاي عندي في الضياع يعني. للاسف لسه ما رجعش الواي فاي. مفيش اصلا. مفيش، ما رجعش اصلا، مع ان شبكه وي وشبكات واي فاي كتير. كل الواي فاي يعني معظمه يعني الناس بتقول رجع وشغال عايش طبيعي. مش عارفه ليه فودافون بيتاخروا علينا بالطريقه دي. عايزين تعويض بقى على الايام اللي ضاعت علينا دي. تقريبا ده اليوم الخامس لغايه دلوقتي مفيش نت، واحنا دافعين الاشتراك ده، اشتراك محترم اللي هو انليميتد ده، اللي هو الباقه مفتوحه، مبلغ وقدره برضو يعني، ما استفدناش بيه غير يومين ثلاثه. لحد دلوقتي المشكله قائمه لازالت ومفيش حلول، ونروح نعمل شكاوي ونسال، نقولوا هتيجي بكره هتيجي بعده، وفي الاخر برضه مفيش حاجه جت. فانا كده مش هعرف، ممكن لو ما جاتش فعلا النهارده مش عارفه انزل الفيديو ده غير يوم تاني. انا عايزه اقول لكم شحنت بالعبيط يعني، شحنت كتير قوي داتا على الموبايل، ما بتقعدش يعني حرفيا ما بتقعدش ساعتين، وبمبالغ برضو والله ما بتقعدش حراميه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك اللي في بالي. واللي داخله تنظر وتقول لي انتي وانتي بتختلقي ومش عارف ايه، وعندنا كل النت في كل جمهوريه اشتغل. انا مش هرد عليكي وعلى قله ادبك عشان انتي غلطتي فيا وانا ما غلطتش فيكي، وانتي واحده قليله الادب ومش محترمه. ايوه يا ماما، اديله على طول في وشي كده على طول. مش هنزل مستواكي واكتب لك بصوابعي دي كلمه ما تستاهليش ان انا، عشان احنا فوق، احنا فوق فوق. انا ما غلطتش فيكي، داخله بتقلي ادبك ليه يا قليله الادب؟ جامده ديلو. انا ما بتكلمش عن جهل، انا بتكلم عن حاله فرديه خاصه، ومش فرديه يعني معناها انا بس، لا، حاله فرديه ان شركه من شركات المحمول او الشركات اللي بتدعم الواي فاي الناس لحد دلوقتي ما حلوش المشكله. مش معنى انت عندك وي ولا شبكه ثانيه واشتغلت يبقى خلاص المشكله اتحلت عند الكل. يا جهله، انت اللي جهله ما بتفهميش. انت مش طالعه اختلق مشاكل واعمل بوليكه وفرح وحوارات ولا اركب ترند؟ ها، عيب عليكي، عيب عليكي انت. والله العظيم النت لحد دلوقتي لسه ما جه يا جماعه، والله يا جدعان لسه ما جه لحد الان. استنى بقى شوف السمكه بيضه وجميله ازاي، عسل. انا مش عشان من ايد ماما العسل يا حبيبتي بألف انا وشفا والله، عشان حاجه معموله بحب، عشان خاطرك، عشان خاطرك وخاطر اخوكي، والله انا افديكوا بعمري. روح قلبي. ربنا يحميكم ويحفظكم يا رب، ويبعت رزقكم ويستركم ويسترها معاكم ويخليكم ليا، وافرح بيكم كده ويديني الصحه لحد ما اطمن عليكم يا رب، اللهم امين. ونفرح كل حد بغالي بغاليه وحبيبه، فرح كل ام وكل اب بعيالهم يا رب، ويشوفوهم في احسن المراكز واحسن الناس. فاتمنى يعني ان فودافون تحل المشكله في اسرع وقت، لان احنا حالنا واقف، مش بس الواي فاي. الدنيا كانت ملخبطه لحد اول امبارح، ابتدت تفك شويه يعني بالنسبه للكاش وكده والتحويل والكلام ده. طب كملوا جميلكم بقى ودخلوا الواي فاي الناس اللي دافعه وقع دم قلبها، لان ده ولا يعني مليارات عليكم. حق الرد او رد الحق مشروع، يعني احنا ضاع علينا في الاشتراك كام يوم، اما نشوف بقى الشركات دي هتعوضنا ازاي وهترجع لنا حقنا في الكام يوم المهدور ده ازاي. فعشان كده احتمال معرفش انزل لكم الفيديو النهارده، هنزله بطريقه تاني بيوم تاني ان شاء الله. ده ان ما جاتش يعني الشبكه ما جاتش،
يمكن بكره، الله اعلم بقى. اللي لسه الدنيا عنده واقفه في الواي فاي يقول لنا والنبي. الواي فاي ورجع له، الفودافون ورجع له الواي فاي، يقول لنا يطمنا، يمكن نحس ببصيص امل يعني. خدي روحي. مش عماله تنقنقي ليه؟ كل ده بنانا. كلي بقى. بس حلو والله سمك لوز ده، طعمه لذيذ يعني. هو الراجل قال لي اسمه كده والله. معرفش. حلو، لحمته طريه ولذيذ يعني. لحمته مسكره كده حلو. كام يا ماما؟ لهوي كام بالي؟ 19. لا فين؟ احنا طولنا عليكم قوي في الفيديو ده، سرحنا مع السمك. الوقت بيعدي بسرعه ليه كده؟ بيعدي بسرعه معاكم والله. شفتوا بالكم حبايبنا ازاي؟ طبعا. الف هنا والشفا على قلبك، يسري ويمري يا رب. بسم الله ما شاء الله. قولوا ما شاء الله وصلوا على النبي في كومنتات. و حطوا لنا تعليقات ايجابيه كده وجميله، وبلاش التعليقات السلبيه دي عشان عيب. بلاش تاذوا الناس بكلامكم. الناس اللي مش محترمه، الناس المحترمه على عيني وعلى راسي والله، واشيلها فوق دماغي. صلوا على النبي كده في الكومنتات. ادعمونا بشير ولايك وسبسكرايب، وما تستخسروش اللايك والنبي يا جماعه، عشان ده بيرفع الفيديو وبيخليه كده متشاف. وانا محتاجه فعلا قناه تكبر بجد والله، عشان خاطر لولا وعشان خاطر سيف، حقيقي محتاجه ده جدا. ربنا يوفقهم يا رب، ويوفق عيالكم ويبعت رزقهم ويرزقهم يا رب، ويرزقنا واياكم من حيث لا ندري ولا نحتسب يا رب العالمين. اشوفكم على خير، بوسات كتير، تصبحوا على خير مع الجرجير. باي باي. باي باي.